وجبنا لكم اليوم طريقة عمل الموسكوتشو. الموسكوتشو وطريقة كل أسراره باش ينجح معاك سيداتي ويجيك مفشفش ومنفوخ وأحمر. أنا عارفين بلي الموسكوتشو راه طوندونس في العراس عنا وراه ينحط في المناسبات، وبزاف كاين اللي ما ينجحلهاش ولا يلصق لها في المول ولا. أنا نعطيك الأسرار. بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة قبل ما تبداي والو جيبي المول تاعك مهما يكون المول تاعك تاع الموسكوتشو، قبضي مرسو تاع الزبدة وطليه مليح، ومن بعد جيبي فارينة كبي فيه شوية فارينة هكا، قعدي تحركي وتغبري فيه، تمشي ديك الفارينة ومن بعد نحي الزائد الفارينة الزايدة نحيها. أهم حاجة هذا هو، شوفي كي غبرتيه بيان هكا دخليه الكونجيلاتور وخليه تتوجدي لاباري تاعك. لاباري تاعك شافيها فيها 3 حبيبات بيض، فيها قرصة ملح، خدمي في الأول البيضة مليح، من بعد عاد جيبي كاس سكر وبداي تزيدي على دو فوا، شاك فوا تحطي وراكي تخدمي وتدخلي السكر مليح. ما بغيتش نحي لكم من المقاطع هادو لأنهم هادو هما المهمين باش ينجح يجيك هشاش. السكر كل مرة تحطي ديك شوية خدميها مليح بالباطر. تبغي تخدمي بالبيترا عادي، البيترا ولا الباطر على حسب اللي عندك. فوالا تكملي داك الكونتيتي تاع السكر مليح مليح، تخدميها فيها حقه، السكر طيح حقه. من بعد جيبي كاس زيت ثاني دخليه على دو فواحد، راكي تخدمي بالباطر يذوب الباطر ويدرك تصبلك شويه زيت ثاني طيح حقه، كل حاجه فيها حقه. الموسكيتو باش تجيه هشيشه خاص تكون مخدومه مليح، ما تجيش ثقيله تخلطيها غير بالباطر هكا وشويه تجي شويه ثقيله. كي تخدميها بالباطر هكا ولا البيترون وتدخلي كل حاجه وحدها تجي مليحه، والزيت كي تخدمي هكا ما تجيش فيه البنه. من بعد جبت كاس حليب سخون، سخنته سخنته بصح تنجمي تدحي صبعك هكا تدخلي صبعك فيه، ومن بعد بقى نحطه في الدو فوا حتى هو. فوالا خدمت الحليب مع الزيت والسكر والبيض. كي كملت جبت لافاني، انا غادي نديرها بلافاني عادي ذوق الفاني. انتي بغيتيها بذوق الليمون ديري زست ليمون ولا الاكستري تاع الليمون. تبغي ديرها بالكاكاو ديري لها زوج مغارف كاكاو كبار، وانتي واش الذوق اللي كي باغيتها، وزيديها مغرف خل. مغرف خل يخدم حافظ ومحسن. تبغي ديري مغرف خل عادي، تبغي ديري فيها مغرف ليمون، تبغي ديري على راس المعلقه بيكربونات الصوديوم ثاني تخدم حافظه للمسوتشو تاعك. من بعد دخلته وزدت زوج كيسان فارينه غربليهم. اهم حاجه الفارينه تكون مغربله. شوفي اي حاجه ديريها فوق الاخر ناشفه يليق تغربليها، لافاني ولا كاكا ولا فارينه خص نغربلو. كي تغربلي الفارينه تهويها، كي تهويها تجيك مسكوتشويه ولا كيكه ولا اي حاجه تستعمليها تجي مهويه، تجي خفيفه. دخلي ديك الفارينه مليح. انا هنا الخماره نورمالمون نديرها في الاول مع الفارينه، انا كنت نسيتها عادي راني مادام لي ما دخلتهاش الكوشه نجم نزيد الخماره، راني نتحكم انا في القهوه نتاعي وراه عندي الباطر ونحرك. من بعد جبت زوج خماره تاع كاطو، وزن كيس 10 غرام يعني 20 غرام. انا المول تاعي كبير البنات، انا المول تاعي هذا نتاع زمان، راه عنده اكثر من 30 عام عندنا، تاع الام تاعي وقاعدين مستحفظين عليه. نبغيه حديده شباب ويطيبها لي غايه. فوالا شوفي كي تشوفي لاباري تاعك عاده خفيفه هكا، كي توقفيه الاخر نتاع الباتور تحسيها خفيفه هودت فيه الساعه. لا نزيدها ربع كاس فارينه، زيديها ربع كاس فارينه، زوج معالق زعما. فوالا عاود دخليهم تحسي لاباري تقالت. كي تكتبي 8 تنكتب لك يعني العجينه راها صاي واجده، درك عجينتك راها واجده. روحي جيبي المول اللي راكي دايرته في الكونجيلاتور ونسيتيه راه بارد واجد. هذاك درك كي تحطي فيه
كي تحطي فيه لاباري تاعك درك تضمني كي طيبيها ديمولة بسهولة، حتى وهي سخونة. أنا ديموليته سخون، تنجمي تحطيه يبرد، بصح أنا خليتها وديموليتها سخونة نورمال. درك الكوشة تاعك راها سخونة، دخليها في الرف الفوقاني ونقصي وخليها بخطرها، طيبلك من 30 دقيقة 40 دقيقة بخاطرها. طلعيها الفوق شوية، تحطيهاش لتحت باش ما تحمرش في الساع والداخل يبقى خضر. لا، الموسكوتشو طلعيها الفوق، وها هي راني نديمولي فيها سخونة، خرجتها ديموليتها فوالا. شوفوا كش راها حمراء وعالية وما شاء الله. التزيين اختيار، انا كنت نمدلك في الاسرار نتاع الموسكوتشو، اما التزيين ما يهمش. غادي نزينها بطريقة سهلة، نعطيها فكرة. أنا الفكرة اللي باغية تدي فكرة. أنا جيها نص قسمتها على زوج، درت نص بسكر غلاس عادي، سكر رطب، نديري هكا بالصفاية وفوتي. نص درت له العسل وشوية كاوكاو كان عندي مرحي، شوية نتاع قطايف محمصين كانوا عندي، ديكوري باش ما بغيتي، كونفيتير، وحطي عليه شوية لوز، جوز، اللي عندك شوية نواه كوكو اللي عندك. درك راهم العراس راهم يقسموها على زوج باش ما يضيعوش، راهم يقسموها على زوج، توقفيه النص يجي كي القوس، وديكوريه بنفس الطريقة هاك. كاش نهار لأنه ما عندي شوكولا، هو من الأحسن يديكورا بالشوكولا في العراس باينة بريستيج حاجة همية. كي تحطي بالنص تجيك سهلة، الناس ما راهش تضيع. كي هكا تحطي حبة كبيرة فوق الطابلة دي فوا ما ياكلوهاش وتضيع لك، خدمي بالنص خير. وها هي التزيين زينتها، شوفوا كيش خرجت شابة. ودوك نقسموها مع بعض، فوالا غادي نقسم لكم شوية منهم شوية من بالديكور. وراها عاد سخونة، وما خليتهاش تبرد، قلت نصور باش نحطها لكم. فوالا شوفوا كي جات شابة حمراء كاع من النواحي. كي تنقسيها تنقسي وتخليها الفوق الطيب، شوفوا من الداخل علات وغير 3 حبيبات بيض وجات عالية. وقلت لكم المول تاعي كبير انايا، كمل تقطيع قطعي كيما تبغي بالمساحة اللي السمك اللي تحبي، ومدي لوليداتك بصحتهم، ولا لا تديها في يدك الكاش بلاصة همية، حاجة همية وشابة وبريستيج ومصحتكم. وإن شاء الله الوصفات أخرى نمدهم لكم، حاجة اللي راها تفيدكم راني نحطها لكم. وإلى اللقاء ومع السلامة. وما تنسوناش التعليق ولايك واشتراك اللي ماهوش مشتركين، ومرحبا بالناس الجديدة عنا دايما، واللي حاجة لكم حابينها اطلبوها. ومع السلامة إلى اللقاء.